ينبغي يتوخى. الأمر الآخر، الشيخ ربيع هذه مدخلي من أهل العلم، صحيح، ونعم الرجل، نعم، وصاحب عقيدة سلفية صحيحة. وفيما يتعلق بالتبديع، الإنسان قد يرى شخصا مبتدعا لكنها ليست بدعة تخرجه من الملة، وينتقد بعض الدعاة نعم، ويرى أنهم على خطأ، مما لا شك فيه أن مقياس الصواب والخطأ ما يعرض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يبدعون قد لا يكونون مبتدعة، لكن قد يكونون متساهلين. طيب. وبعض الناس في هذا الزمن صار ينظر في المسائل الخلافية وينظر أسهل شيء يتقبله السائل أو المجتمع الذي يعيش فيه فيعرضه. نعم. والواجب أن يكون الطرح والعرض وفق نواميس الشريعة ومصابيح الهدى، آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ثم إذا أشكل على أحد دين أمر فليعرض هذا الاسم على الآخرين ويقول فلان يقول عن فلان كذا وكذا. ربما لو عرضوا هذا الأمر على الشيخ ربيع نعم لبين لهم أنه لا يقصد هذا المسلك الخطير والمنهج المنفر، وإنما قصد أن هؤلاء المتساهلين والمنظرين والذين يقولون نسهل جمع المسيرة ويعمل كل منا بما يعتقد ونتسامح عما يعتقده الآخرون، لا، ليس الأمر كذلك أيضا. نعم، يجب أن يكون الحق هو المهيمن على مشارب الناس ومسالكهم، والله المستعان. طيب، سألك